السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالي النهارده هقولك على طريقه لتفريز الطماطم. طبعا عايزاكي تنسي اي طريقه قبل كده وتعالي شوفي الفيديو، والله هتستفادي منه. انا عامله لك طريقتين لتفريز الطماطم، صلصه الطماطم في البيت. طريقتين سهلين قوي، طريقه للناس اللي مكسله وطريقه تانية هتعجبكم قوي. وتشوفوا انا بحط لها يعني انا بحط لها بعض الحاجات كده بتخليها سهله عليا، بتسهل عليا الطبيخ عموما في اي حاجه. شايفين شكلها؟ شايفين والله؟ يعني بصوا الكاميرا هي واضحه اهي، تحفه، جميله جدا. وانت هتجربيها بنفسك وهتشوفيها وهتشوفي الطريقه عامله ازاي، والطريقه بسيطه جدا. وفي ناس بتكسل بقى ان هي تعمل صلصه الطماطم ولكن بتحب تفرزها بطريقه تانية. انا عامله لك الطريقتين النهارده في فيديو واحد، طريقه سهله قوي للناس اللي بتكسل وطريقه الصلصه دي. طبعا الطماطم في السوق ماليه السوق جدا وسعرها رخيص ليكوا في رمضان. الطماطم دي هتولع. طبعا انا جايبه كبيره، كنت جايبه طماطم جوزي جابها لي فغرق لي البيت طماطم بمعنى اصح. طبعا زي ما انتم شايفين حاطه جزء كده بحطاه هنا وقعدت له كويس قوي. طبعا تغسليها وتشيلي العنقود اللي ده منها وتظبطيها. انا غسلتها كويس قوي وخليت بقى اللي في الصينيه ده في الصينيه. حطيت هنا، مليت حلتين عندي كبار وبدات بقى اعمل. كنت لازم اعمل الكم ده بصراحه، انا كنت مسافره وعايزه اخزن بسرعه، فده اللي قدرت اعمله. انا لو كان عليا كنت عملت كله صلصه طماطم، بس لا، انا عملت الطريقتين دول عشان اسهل على الناس وفي نفس الوقت اسهل على نفسي. انا ما كنتش فاضيه اعمل الصلصه كلها. فانت زي ما انت شايفه كده الطماطم انا حطيتهم في حلتين كبار وحطيتهم على النار، سبتهم يغلوا 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 براحتهم خالص لحد ما وصلوا للدرجه دي. هتسيبهم لحد لما الميه، على فكره ما حطيتش ولا نقطه ميه، ما تحطيش ميه خالص. هي اصلا الطماطم مجرد ما تغلي على النار وهتلاقي خلاص هي خلاص كده مع بعضها ومع نفسها. المكون اللي انا بحطه للصلصه، بحط القرن الفلفل وبحط فص 3 توم. تمام. مش حابه تحطي ما تحطيش، بس والله دي بتعلي التيست يعني بتودي الصلصه في حته تانية. بتبقى الصلصه بتاعتك جاهزه. وخصوصا الصلصه احنا بنحتاجها في ايه اغلبيه الوقت؟ بنحتاجها في المكرونات وبنحتاجها في الكشري، بنحتاجها في المحشي، بنحتاجها في الحاجات دي. فدي هتريح من حاجات كتيره ممكن تضيفيها للبصل وانت بتعمليه ولا حاجه. لا، هتلاقي الطريقه دي حلوه جدا. انا مجرباها وعلى طول دايما بعملها بالطريقه دي. عمري ما بعمل الصلصه عندي غير لازم احط لها قرن فلفل معاها وفص ثوم. هنا طبعا مسكت الطماطم كلها بعد ما بردت، ضربتها في الخلاط بطريقه واضحه. وهنا بقى بصفيها، بصفي الكم كله على قد ما بقدر. طبعا انا كنت عامله كم كبير في اليوم ده، هم حلتين فعلا يعني، بس ما شاء الله طلعوا لي كم حلو قوي هيريحني بعد كده. وفرصة ان الطماطم دلوقتي رخيصة، مش هتلاقوا بعد كده السعر ده بيغلى، وفي الصيف بتغلى قوي وبندور عليها ما بنلاقيهاش. لازم نصفي الطماطم كويس. بصوا القشر اللي نزل منها اهو، مفيش حاجة بتترمي. القشر ده ممكن تشيليه وتحطيه تضيفيه بعد كده في اي تتبيلة فراخ مع بصل ولا حاجة وتضيفيه. بصوا، فضلت بقى اغليها تاني على النار. بدل الحلتين اهو بعد ما صفيتها من البذر والقشر والكلام ده كله. هضيف دلوقتي مكونين. حطيت معلقه ملح وحطيت معلقه سكر زي ما انت شايفه وحبه بابريكا. تمام. ما عندكش بابريكا براحتك، بس انا بحط بابريكا كده ايه تعزز الطعم معايا واللون بتاعها كويس قوي. طبعا زي ما انت شايفه هي لسه ايه يعني، لسه بصي فيها ميه، فيها نسبه ميه، فانت لازم تحطيها على النار تفضل تغلي لحد ما تتسبك معايا والاقيها متسبكه حلو. هي دي في الوقت ده هروح طفي عليها. كل ما بقلب فيها ولا نسبة المية بس عليها تغلي تاني تغلي لحد لما تصفي المية بتاعتها كويس قوي. لو وصلت معايا للفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسيني لايك والشير على قد ما تقدري. تمام. كل اخواتي وحبايبي والله انا بحبكم في الله. يعني ربنا يديمها نعمة وفضل علينا يا رب. هنا خلاص المية لما صفت بقى خالص وحطيت بقى معلقة السكر ومعلقة الملح. هفضل احط بقى في الاكياس زي ما انت شايفه، اي اكياس بقى عايزه تحط في بطرمانات حط في بطرمانات اللي يريحك. بس انا بصراحه عشان يعني هفرزها في الفريزر، مش هحطها في التلاجة من تحت اللي مش هستخدمها دلوقتي. دي انا هعينهم كده واشيلهم واستخدم من الطماطم دلوقتي عادي من السوق لسه رخيصه. دول مش هاجي جنبهم غير بعدين بقى، ممكن في رمضان يعني ما عندناش وقت يبقى سهلين عليا. عبيت
الأكياس بتاعتي شكلها لا انضف ولا احلى كده، وفي بيتي ضمناها وعاملاها زي الفل، تريحك قوي في اي حاجه. تمام. هنيجي بعد كده للطريقه التانية للناس الكسلانه، وخصوصا اسئله كتير ان في ناس بتكسل، انا مش قادره اعمل الطماطم، لسه هعملها وهقف عليها وهعمل الدبكه دي، لا انا مش محتاجه. طيب خلاص، تعالي يا ستي، ادي كم الطماطم زي ما انتم شايفين، هو كان في الصينيه. طبعا انا غسلته، حشت الورقه الخضراء اللي فيه بتبقى فيه دي، وظبطت الدنيا خالص وبعد كده عادي خالص هاتيله اكياس وعبي فيه الطماطم دي كلها. مثلا امسكي كل كيس كده وعبيه. طبعا هنا الطماطم دي كام بتاعي، انا بوريكم هنا الصلصه، ودي الطماطم زي ما هي. تمام. انا بقى جبت اكياس، وكيس تعبي فيه حبه طماطم كده، وهتشيليها برضو وتعينيها في الفريزر. هتطلعيها يا دوبك بس تفك كده، او تديها غلوه على البوتاجاز وهي طماطم سليمه زي ما هي كده، تدفى الخلاط وتبقى معاكي فريش وطازه وزي الفل. ده يعني في ستات لقيتها بتحب تبقى فريش، ما بتحبش تسبكها، ما تحبش تعملها صلصه. يعني اسئله كانت بصراحه على ان انا مش عايزه اسبكها، طب هعمل ايه، لها ازاي؟ دي طريقه، هتشيليها زي ما هي كده في الفريزر، وبعد كده تطلعي كيس كيس مثلا وتضربيها في الخلاط معاكي طماطم فريش زي الفل عادي جدا. بصي هنا عملت الطريقتين، الطريقه دي قدامك ودي قدامك، ودي معاكي ودي معاكي، اختاري اللي انت عايزاه. طبعا ليكي حريه الاختيار في الاخر. يا رب تكون وصفتي عجبتكم والطريقه تكون عجبتكم. اتمنى لكم السعاده يا رب دايما، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.